في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها، لا سيما محاربة جريمة سرقة المواشي، وتزامنا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك لسنة 2026، تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحمام السخنة من إحباط عملية سرقة مواشي وتوقيف 4 أشخاص. العملية تمت بعد ورود مكالمة هاتفية عبر الرقم الأخضر 1055 من طرف الضحية، مفادها تعرض مزرعته لسرقة قطيع المواشي الخاص به والمتكون من 17 رأس. على الفور تم تشكيل دورية ومباشرة عملية البحث وتتبع الطرق المحتملة لتمرير القطيع المسروق، أين تمت محاصرة المنطقة والمسالك المؤدية إليها. وبعد مواصلة التحريات واستغلال جميع المعلومات والدلائل تم تحديد هوية المشتبه فيهم، كما تم تحديد مكان تواجد رؤوس الماشية المسروقة، حيث مكنت استرجاع القطيع المسروق كاملا من إحدى الولايات المجاورة. في نفس السياق تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببقعة من إحباط عملية سرقة 4 عجول واسترجاعها في وقت وجيز مع توقيف 3 أشخاص. سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة بعد استكمال الإجراءات القانونية.